فلوس للعيبه على حسابها في البنوك عن طريق الحساب بتاع نادي الزمالك، الحجز يتشال بس، مش عايزين اكتر من كده. ده الحل عشان نادي الزمالك يعني يحل مشاكله الماليه، ما يبقاش كل الفلوس من بره او كل الفلوس نحولها عن طريق اتحاد كوره او نحولها عن طريق وات ايفر فين. لا، حسابنا يكون مفتوح سنه كامله يا جماعه، سنه كامله الحساب مقفول عليه. ده حاجه ما تخليش اي مؤسسه في الدنيا تعيش. انت متخيل لو سنه كامله حساب اسره مكونه من اب وام وطفل وطفله مقفول عليهم سنه كامله، مقفول عليهم، ودي اسره بيتحول لها فلوس. افرض واحد عايش بره وبيحول لاسرته فلوس عن طريق البنك مثلا، ما ينفعش ندخل فلوس من مطارات، ممنوع نخرج فلوس او ندخل فلوس، لازم عن طريق البنك. افرض حسابه اتقفل، هيعمل ايه؟ هيبعت اسرته ازاي يا جماعه؟ ودي مؤسسه بقى مش اسره، دي مؤسسه كبيره بتصرف ملايين يوميا مش شهريا. كم الموظفين الموجودين، كم العمال، كم الاجهزه الفنيه اللي بتتقاضى اجور، كم اللاعبين اللي بيتقاضوا عقود سنويه وشهريه، كم المصاريف اليوميه، التنقلات، البيسينات، الجمعيه العموميه، الكراسي، كل حاجه بتحصل يوميا في فلوس. هنصرف ازاي ونعمل ايه؟ الموضوع يا جماعه مش سهل زي ما انتم فاكرين. لما يكون محجوز على فلوسك في البنك دي حاجه مش سهله، دي مش حاجه انا ماليش دعوه. ما مالكش دعوه. مين متسبب في ده يا جماعه؟ هل متسبب زملكاويه؟ طب نحلها بقى، يبقى في حل في الموضوع. انا مش عايز ارغي كتير.